صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت وصفة حلوة وسهلة وبسيطة، وهي وصفة معروفة من زمان. أمي وأمك عملتها وكانت جميلة جدا وكنا بنحبها أوي. يمكن النهاردة غيرنا فيها شوية، بس أنا عملتها زي الوصفة الأصلية على قديمه يعني. عملت النهاردة البغاشة أو مخدات العسل. يا رب الوصفة تعجبكم وتكون سهلة. يلا نشوف الوصفة الحلوة السهلة البسيطة دي هنعملها ازاي مع بعض. ما خدتش اي مكونات خالص، وصفة تعتبر اقتصادية 100%. هنستخدم فيها ايه؟ كوباية دقيق، حبة بيض واحدة، حاجات سهلة بسيطة جدا، كام معلقة زيت. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنحضر العسل او الشير. هنا معايا كوباية سكر حبيبات عادي، وهنضيف كمان واحدة تانية. لو عايزة تعملي كوباية واحدة اعملي، بس المعيار ده كويس، ولو فضل منه هينفعك بعد كده. يبقى كوبايتين سكر حبيبات، وكمان كوباية واحدة مية، عشان انا عايزة العسل بتاعه يكون تقيل مش عسل خفيف. العسل التقيل بيدي نتيجة مظبوطة للبغاشة. هعصر كده ليمونة صغيرة، لو الليمونة كبيرة كفاية نص بس. وكمان هرمي القشر بتاعها جواها، لو مش حابة خلاص استغني عن انك ترمي القشر جواها، وحطي كيس فانيليا او عود قرفة سيجار زي ما تحبي او زي اللي موجود عندك. هي وصفة اقتصادية 100%. هنا بعد 5 دقايق، بعد ما تبتدي تغلي هنسيبها 5 دقايق وهنشيل الريم ده. يبقى العسل سهل جدا، بس هنسيبه يبرد خالص. دلوقتي بقى هنجهز العجينة بتاعة البغاشة. معايا هنا كوباية دقيق، كوباية واحدة بس، دقيق متعدد الاستخدامات عادي خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط هنا 3 معالق دقيق، عفوا 3 معالق زيت، بالمعلقة برضو العادية، معلقة الطعام. الوصفة دي حلاوتها انك ممكن تعمليها في اي وقت، المكونات بتاعتها موجودة عندك في البيت، وكمان ما بتاخدش وقت. الزيت والبيض والدقيق. هضيف كمان شوية ملح صغيرين خالص بين صوابعي كده، وكمان هضيف اقل من نص المعلقة بيكنج باودر. دي كل المكونات، نص معلقة صغيرة او اقل بيكنج باودر، حبة بيض، 3 معالق زيت، كوباية دقيق واحدة بس. حاسة الكمية دي هتكون قليلة، ضعفي الكمية. وحتى كمان لما نضاعف الكمية هتبقى الوصفة مش مكلفة خالص. وطبعا احنا في الايام دي عايزين حاجات مش مكلفة، وفي نفس الوقت ما نحرمش ولادنا من حاجة. هبتدي كده ادوب الحاجات دي ببعض لغاية ما البيضة دي تختفي خالص. هزود شوية مية صغيرين، معلقة او معلقتين فقط، مش هتاخد وقت في العجن خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزة افكركم اللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل وصفة بعملها. في وصفات اقتصادية كتيرة قوي وسهلة خالص، هتنفعكم وهتنفع ولادكم. بعد كده هزود شوية مية صغيرين. خلينا حريصين ان احنا ما نضيفش مية كتير، يعني معلقتين 2 بس، عشان ما نضطرش نضيف دقيق تاني، والمعيار بتاعنا مش هيبقى كده مظبوط. ضروري المية نقللها خالص خالص. هكمل كده عجن لغاية ما تخرج خالص من ايدي وتبقى عجينة حلوة. زي ما احنا شايفين كده، العجينة الصغننة دي هتخرج لنا كمية حلوة قوي. ومش هسيبها ترتاح خالص، انا هشتغل فيها على طول.
هرش رشة نشا كده بس، وهبتدي افردها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ضروري نخليها كلها سمك واحد وما تكونش سميكة، كل ما كانت رقيقة كل ما ادتني نتيجة حلوة قوي، وهنشوف دلوقتي. ضروري ضروري تكون مفرغة من جوه، ما تكونش مكتومة خالص. والعسل لازم يكون بارد ويكون كمان ساقع، هيديكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. ولو مش عايزة تستخدمي عسل، هنستخدم بقى الحاجات الجديدة، ان احنا ممكن نضيف شوية سكر بودرة، او اننا نضيف صوص شوكولاتة، او اننا نحطها طبعا في العسل زي الوصفة الاصلية. عندك 3 حاجات. القطاعة دي لو مش عندك ممكن تستخدمي اي قطاعة تانية، ممكن تستخدمي السكينة اللي انتي عايزاه، اللي متاح عندك. المهم انك تسعدي ولادك وتعملي وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. الوصفة دي حلوة يا جماعة قوي، حلوة في الضيافة، لو جايلك ضيف اعمليها بسرعة. لو يوم الخميس عايزة تعملي حاجة حلوة لولادك علشان الجمعة اجازة، اعمليها. حقيقي الوصفة دي لطيفة خالص. بمجرد ما هنفردها ونقطعها كده، هنحطها في طبق جنبنا علشان اثناء التسوية ما نضيفها في الزيت على طول تكون جاهزة معايا. مش لازم نقطع ساعتها، لا، تكون متقطعة جاهزة، لانها في الزيت مش هتاخد وقت. وزي ما احنا شايفين النار هادية كده او متوسطة. اول ما الزيت يسخن، طبعا مش عايزينه سخن قوي، انا عايزاه حرارته متوسطة علشان تستوي من جوه وتبقى هشة كده، وكمان من بره ناخد لون كويس. لكن لو كان الزيت حامي قوي هتاخد لون من بره ومش هتستوي كويس من جوه. هنبتدي كده نرمي في الزيت ونبتدي نتابعها ونقلبها كده بالمعلقة أول بأول علشان ما تاخدش لون من جنب وجنب لأ. زي ما احنا شايفين كده بتتنفخ، ده دليل على ان هي مظبوطة وطريقتها ومقاديرها مظبوطة. والزيت كده مش حامي، ضروري ضروري نخليه هادي او متوسط. مش هتاخد وقت خالص في الزيت، بالعكس بسرعة بسرعة الكوباية دي هتسويها. يعني في خلال 10 دقايق ربع ساعة هتكوني خلصتي كل الوصفة كل الوصفة. وطبعا العسل انتي هتكوني عاملاه من بدري وسبتيه هادي خالص، لان ضروري العسل يكون هادي او ساقع كمان. يا ريتك دايما تعملي عسل خفيف وتقيل. الخفيف ممكن ينفع لأصناف تانية زي البسبوسة، بس البسبوسة بنعمله في وقتها. أما الكنافة والبغاشة وباقي الحلويات بتفضل ان هو لازم يكون تقيل. فانتي لو عملتيه وفضل عندك في التلاجة مش هتخسري، بالعكس هيسهل عليكي كتير. كده اللون كويس قوي، هخرج من الزيت وهبتدي انزل على طول في العسل او الشربات بتاعي. وكده انا كنت خلصت الكمية كلها. ودي كوباية الدقيق يا جماعة، حقيقي خرجت لي طبق حلو قوي. يا رب الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في التعليقات، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي، سواء وصفات في المطبخ او جولات بره. يا رب كل اللي بقدمه ي- يكون مفيد ليكم. ده شكلها كده من جوه كانت مفرغة وحلوة قوي قوي، وطعمها كان هايل قوي. اللي مش عايز عسل يرش سكر بودرة، يحط صوص شوكولاتة. حقيقي وصفة حلوة هتعجب ولادكم.